إجرام بأتم معنى الكلمة البراكاش. يضربك ويضربك بالحجر. نحاولي تليفوني 3 مرات يمشي يسرق مالاش باش يعمل. بركاجات في عز النهار وقدام الناس الكل، رعب، نهبة، سرقة ومشاهد ما تتصدقش، مناطق ولات محظورة وحمراء. المكان تونس العاصمة، أشغال طرقات من 2011 ولليوم ما وفاتش، خلقت مشكل كبير في حركة المرور، الشيء اللي خليها المكان الاستراتيجي لعمليات السرقة والنطرة. هم تلقى راسنا يسموه يوميا ريتي يطلعوا من البارير ويهبطوا وينقنصوا في الكراهب ويخطفوا في التليفونات. فما اللي يفيق بهم يهز الشباك يضربك ويضربك بالحجر ويكسر لك البولار، وكيفيق به واحد يضربوا. أطفال بين 14 و 15 سنة اليوم السرقة ولات نشاطهم اليومي. يعني هو صغير تقول له راك باش تاخذ متاع الناس يأموره، هو عنده وانا ما عنديش، بوه ما عندوش باش يعطيه، اخرج دبر راسك، بطلت من القرايه برا اخرج دبر راسك. كيفاش باش يمشي يسرق مالاش باش يعمل. مشاكل السرقة والبركاجات ما عادش حكى على الأماكن الشعبية كهو، جامعات وطلبة يعانيوا يومياً من كابوس هذا. توا الدنيا تظلام، طلبة ما عادش عندهم حتى حماية، اللي تلقاه مسكين بالبي سي نتاعو بالتليفون ويتضرب ويتنطر غادي، ما تنجمش توصل لستاسيون مترو إلا ما تعدى على النفق هذاك. النفق هذايا الحماية الأمنية فيه ضعيفة برشا، يعني وما يجي وما يعملوا دورية غادي إلا ما تصير كارثة ديجا. فما عباد شكون وصلت تغرز هذا. وتقعد ديما وسائل النقل العمومي في تونس من أكثر الأماكن اللي تشهد يومياً عمليات النشل والسلب. تصور مرة مشيت المركز باش نبلغ على التليفون يسرق لي، قال لي أنا مرتي بركاوها وما نجمش نعمل شيء. نحاولي تليفوني 3 مرات نحاولي في مرة في القايلة ماضي ساعة، العباد معناتها العباد الكل موجودة والكل، ما العباد الكل تقعد هكا تخزر عادي معناها. برشا ناس تفسر عدم التدخل في الحالات هذه بسبب الخوف، خاصة بعد الاعتداء اللي صار في 2020 للشاب عزوز يفقد حياته بعد ما دخل في عملية براكاج. لا ما عادش ندخل روحي. مرة منعت واحد قاعد يسرقوا فيه، تحملوا فيا 3. ظاهرة العنف، السرقة، البراكاجات هي انعكاس الوضعية العامة للبلاد، خاصة الاقتصادية والاجتماعية. إجرام بأتم معنى الكلمة البراكاش. نادم على اللي عملته، نادم. أما ما لقيتش، ما تأثرتش. الحومة كانت خايبة ياسر، وأخي بحاجة للبراكاج على خاطر يوصل ساعات للقتل. عبارة نخدم خدمة شرطة، نوقفوا نسألوا، وانا والنوعية متاع العبد تعجبوا المرأة فكلها تليفونها، من بعد يوسوس شيطان ما عادش تليفون، يولي حاشوا بالمرأة مع التليفون. أكثر من 26,000 عملية سرقة وبراكاج صارت في ال7 شهور الأخرانيين في تونس، يعني لنا نحكيو على 119 براكاج في النهار بمعدل 5 براكاجات في الساعة. مع العلم للفصل 264 من المجلة الجزائية يحدد عقوبة جريمة السرقة ب5 سنين حبس وخطية ب120 دينار. هل هذه الأحكام كافية اليوم باش نتصديو لظاهرة البراكاجات؟ وحتى الوقتيش المواطن باش يقعد عايش حالات الرعب والخوف اليومي؟